دويره. اولا تحيه لكم وكنحييكم من هذا الفيديو هذا اللي هو حقيقه عباره على واحد المساعده، وفي نفس الوقت هو عبره لبعض الناس اللي كيعانيو من المشكل اللي كنعاني منه حتى انا. المشكل ديالي حقيقه هو عنده تقريبا واحد 5 سنوات. وصلنا لواحد الحد هو اننا نحطو كل شيء في الطبله ونتناقشوا انا وهاد الزوجه ديالي صابرينا، اللي انا وياها كما قلت لكم 5 سنوات ديال الزواج. فالحمد لله كاين تفاهم، كاين حب، كاين احترام، وكاين يعني ثقه. فهذا هو كل شيء، وهذا هو اهم شيء الحمد لله في الحياه الزوجيه. ولاني هاد الزوجه هذه ما كتولدش، والحمد لله هذا قضاء الله الحمد لله عليه. ماشي عيب الانسان يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. فاتفقت انا والزوجه ديالي صابرينا انني نبحث على زوجه باش نتزوج بها، تكون الزوجه الثانيه. والحمد لله وافقات بواحد الطيبوبه وبواحد الاخلاق باش تقبلت الفكره، ويعني فكره اللي حتى هي يعني الحمد لله ساندتني. والشرط اللي عندي هو انني كنبحث على زوجه، يعني الشروط راكم غتسمعوها من الزوجه ديالي، ونتمنى ان شاء الله انكم تساعدوني. السلام عليكم. مثل ما عرف جوزي انه المرة الثانية مش عيب ولا حرام، ورب العالمين ما رزقني الاولاد، وشرطي هو انه تكون بنت، يعني تكون هاد بنت حلال وخلوقة وما بتساوي خلاف بيني وبين جوزي، وتكون محترمة وتكون قنوعة، وانا مقتنعة فيها ان شاء الله. وانا مقتنعة بهاي الفكرة انه يتزوج وحدة تانية، وان شاء الله اولادهم بيكون مثل اولادي واعز، لانه من جوزي، لاني بحترم جوزي وبحبه. اكيد رح احب اولاده وبقدرهم كمان. وان شاء الله هي بتكون بنت حلال وعلى قد نيتنا، واهم شي تكون خلوقة وبس. يعني كنتمنى الميساج يوصل. وبالنسبه للشكل فانا ما عنديش مشكل الحمد لله. الشكل ديال الزوجه زوينه ولا خايبه، الامور انا ما كنهتمش بها. فالحمد لله غتكون كما قلت لك، يعني تقبل الشروط ديالنا والزوجه ديالي. والسلام عليكم.